وليداتك في فترة الاستعداد للامتحانات وانت كتعاني من توتر ضغط قلق. هذا الفيديو ليك. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. انتم كتسمعوا لهذا فيديو جديد وحلقة جديدة. هذا الفيديو كيخص الآباء والأمهات اللي في فترة الاستعداد أولادهم للامتحانات. ما تنساوش قبل ما نبداو الفيديو اللايكات والاشتراك في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. بالنسبة للناس اللي عندهم وليدات مقبلين على امتحانات، هما دابا كيبريباريو الامتحانات ديالهم. الآباء كيحسوا بواحد الضغط اكثر من الوليدات ديالهم. غنعطيكم بعض الخطوات اللي تقدروا تمشيو عليها باش تنقصوا من هذاك الضغط اللي كتحسوا به. اول حاجه، فرقي ما بين مسؤوليتك انت كأم او لا كأب وما بين مسؤوليه ولدك كتلميذ. مسؤوليه ولدك خاصو يراجع، يركز، يجاوب. اما انت كأم او لا اب، المسؤوليه ديالك هي توفري واحد الجو هادئ، توفري ليه الماكله ديالو، تشجعيه، تعاونيه بالدعاء. بالاضافه للسيناريوهات كيبقاو يجيوك في بالك خايبين، هادوك حاولي توقفيهم. بحالاش كيجيك في بالك تقولي وعندك دابا تسقط بنتي، وعندك يسقط ليا ولدي، وعندك هذاك النهار يصبح مريض، عندك ما تصونيش المكانه، عندك يغدرنا النعاس، عندك يوقع لنا شي مشكل في الترونسبور. يعني اي سيناريو خايب كيبقى يجيك في بالك. السؤال اللي غنسولك، واش هاد التفكير السلبي غادي يعاونك انت في شي حاجه، غيعاونو هو في شي حاجه؟ طبعا لا. غادي غير هذاك التوتر اللي فيك وهذاك الضغط غتوصليه ليه وصافي، وهذاك الخوف اللي في عينيك غيبدا يقراه ولدك. هو ما محتاجش هذا الشيء، غادي غير تزيدي من التوتر ديالو. فاحسن حاجه ديري واحسن بديل هي الدعاء. ديما كوني هادئه مبتسمه، حاولي ما امكن. والدعاء دائما، الدعاء داك الدعاء ديالك خصو يسمعه، حيت انت غترتاحي وتا هو كيسمع الدعاء ديالك كيرتاح. اللهم سهل عليه، اللهم يسر امره، وهكذا. ونقطه واحده اخرى، بعدي من دوك المقارنات. مثلا غادي تهضري مع بنتك ولا ولدك تقول لها ونوضي تحفظي، يلا هضرت مع خالتك بنتها راه كتحفظ، ويلا هضرت مع صاحبتك، درت مع ماماها قالت لي راه كتحفظ، راه فاقت بكري وكتحفظ. لا بلاش، هاد المقارنات غير كتقتل. ما حتى هو هاد المقارنات، بعدي منهم تا هما. بدليهم بالتشجيع. قولي انا بنتي فخوره بك، انا بنتي عارفك بانك تقدري ديري شحال من حاجه، انا عارفه بانك جهدك غديريه، وانت غير ديري جهدك ورا الكمال على الله. غير ما تخليش من جهدك، وانا عارفه غتكوني مزيان، وربي غادي يعاونك، وربي غادي يكون معاك، وانا ما غنساكش من الدعاء. غادي ندعي معاك في كل صلاه، غندعي معاك في كل سجده. حاولي انت كأم ولا كأب يكون عندك واحد البرنامج يومي ديالك. كتشربي الماء، عارفه الكميه الماء اللي غتشربي، عارفه شحال الماء مهم لك ولصحتك. غادي تكوني عندك واحد الفتره كتخرجي فيها كتمشاي اولا كديري الرياضه. المهم على الاقل تكوني كتمشاي، كديري شي حاجه ديالك نتيا باش تحافظي على داك الهدوء ديالك. ما تبقيش مركزه النهار كامل على ولدي اش حفظ، جي عرض عليا. نسي داك الشيء. مره فكري، ذكري، شجعي. الدعاء، ولكن ركزي على حوايج اخرين باش تحافظي انت على الهدوء ديالك. فكريه في واحد الفترات كانت دازت من حياته وكان ناجح فيها. فكريه في شي نهار ساعدك واحد المساعده، وبان ما كان حتى شي واحد يقدر يدير ديك المساعده من غيره. تفكري شحال كنتي فرحانه بديك المساعده ديالو، تفكري وشكريه بزاف عليها. كبري الموضوع، الا دار شي حاجه زوينه فكريه فيها وكبري الموضوع. الا كانت في شي ماده مزيان، الا كانوا شي مره كانوا شكروه اساسيده ديالو، فكريه في داك الشيء. فكريه في كاع هاد الامور الايجابيه. نسي شي مره الا كان شي استاذ عيط عليك وخاصم عليه وكان دار شي حاجه، ديك ما تفكريش فيها، ماشي وقيتها. وانتيا كأب ولا أم، بعدي على دوك الشكاوي، على المشاكل. تفاديها. انت ما داكشي اللي غادي يصدع لك راسك وغادي يبرزطك وغادي يزيد من الضغط ديالك، غير تفاديه. عارفه راسك شي حاجه غتفرجي فيها وكتقلقك ولا كت... كتحزنك بلا ما تفرجي فيها. كنتي غتهضري مع شي شخص وعارفه غادي غير يخسر لك المورال، بلاش، اجلي هذاك الشيء. وحاجه اخرى ما ديريهاش هي تسمعي شي حاجه خايبه ولا شي مشكل ولا هذا، وبنتك ما عندها ما دير داك المشكل، وكتجي تعاودي لها ما عرفتيش خالتك راه واقع لها، ما عرفتيش عمتك طرا ليها وطرا ليها. علاش اختي تعمري الدريه ولا ديري راسها بهذيك الافكار؟ خلي ليه راسو اختي، يلا يلا جهدو يهز ديك القرايه، هذيك الشكاوي وداك
تعاود الخاوي ما تعاوديش ليه، شي حاجة زوينة قوليها ليه، شي حاجة خايبة بلاش من بعد. اهتمي بماكلتك، اهتمي بالماكله الصحيه، ما تبقيش مركزه غير على هاد الفتره غير ديال الامتحانات صافي غندوزها غير باش ما كان وصافي تا دوز هاد الفتره ديال الامتحانات وتهناو وليداتنا ويدوزوا الامتحانات عاد نرجع ناكل ماكله مزيانه. دابا غير نديرها غير نديباني لا، صحتك باش عرفتي غتساعفك ولا غتصبر على تما ترتبي امورك. هاد الوقت ما بقاتش كتساعف، وباش تبقاي تاكلي اللي كان ما بقاش صافي. خاصك ضروري تهتمي بصحيحتك، تاكلي واحد الماكله صحيه باش تعاونك، حتى هي غتعاونك. الا كنتي كتاكلي ماكله ماشي صحيه حتى هي غتزيد من التوتر ديالك والقلق ديالك. وحاجه وحده اخرى، تدربي على التنفس العميق. تدخلي اليوتيوب وتكتبي تنفس عميق، تنفس من البطن، وغتبقاي تدربي عليه. ديري واحد الفترات، ديري واحد الوقت وبقاي ديري، غيعاونك بزاف على تهدئه الاعصاب ديالك. حتى واحد النقطه زوينه حاولي تدخليها في البرنامج اليومي ديالك. مزيان نفكروا وليداتنا باهميه النوم، مزيان نخليوهم ينعسوا بكري، مزيان نقادوا ليهم نعاسهم باش يرتاحوا، باش لا غد يقدروا يحفظوا مزيان. ولكن حتى حنا راه ماشي هذيك ضروره غير الوليدات، راه ضروره حتى الاباء. حتى الاباء محتاجين هذيك الساعات النوم الكافيه، محتاجين يبعدوا من السهر، حيت السهر راه شي حاجه اللي كتدمر الاعصاب وكتزيد غير في الضغط. اذا حاولي انت كأم ولا كأب، حاولوا تنعسوا شويه بكري ورا ان شاء الله الضغط راه غادي ينقص. وفي هذه الفتره بالضبط بعدوا على التليفون، بعدوا على داك الفيديوهات القصار، داك السكرولاج بزاف. هذاك الشيء راه كيسبب غير تعفن الدماغ وضبابيه الدماغ، كيخلينا ولينا كنساو بسبب هذا المشكل. ولينا كنحسوا بالضغط زايد غير بسبب هذا المشكل ديال النهار كامل نتوما كتسكرولي. من يبغي ينعس حطي يدك على راسو وقولي اللهم إني أستودعك ابني أو ابنتي عقله وفهمه وحفظه، اللهم اشرح صدره ويسر أمره وافتح عليه فتوح العارفين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إن شئت سهل. صافي قولي هاد الدعاء اللي يطمئن قلبه ويطمئن قلبك. هذه آخر حاجة وسيري تنعسي. وفي ختام هذا الفيديو بغيت نقول لكم بان النجاح ديال وليداتنا ماشي مقياس لقيمتهم، قيمتهم فيهم هما، في اخلاقهم، في علاقتهم بالله، في علاقتهم بينا. وماشي مقياس لنجاحنا كاباء. حنا ناجحين كاباء، انت ناجحه كأم وانت ناجح كأب من نهار كانت عندك ديك النيه باش دير جهدك وكثر من جهدك مع وليداتك وباش تعلمهم اي حاجه غتنفعهم في الدنيا وفي الاخره. هذاك النهار راك نجحتي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.